السوم الكبير. دي رحلة مليانة محطات بنعدي فيها على 8 محطات، يعني 8 أحاد. وأول حد هو حد الكنوز. تعالوا بينا نفهم من أبونا إيه هو حد الكنوز. الحد الأول من الصيام اسمه حد الكنوز، عشان ربنا بيقول لنا إيه؟ يلا نحوش في السماء وبلاش تحوشوا على الأرض. كل حاجة بتديها للفقير بتتحوش في السماء. الله. وكل صلاة بتصليها من قلبك بتتحوش في السماء. واللي بيحوش على الأرض ممكن يحصل له إيه؟ ممكن الحرامية تسرقه. يا ماما، هو في حرامية في السماء؟ مفيش. يبقى اللي هيتحوش في السماء مش هيتسرق. وممكن كمان حاجات تخزنها على الأرض تحوشها تقوم تبوظ، تيجي بعد شوية تلاقيها باظت لأنها اتركنت. هل في حاجة في السماء بتبوظ؟ اللي بيروح السماء مش بيبوظ. يبقى الشاطر اللي دايما يحوش في السماء. نحوش صلاة، نحوش خدمة، نحوش ألحان ومزامير، نحوش الحاجات الحلوة اللي بتفرح ربنا. أول حد الكنوز، ربنا قال اللي هيفوز. أول حد الكنوز، ربنا قال اللي هيفوز. اللي عايز السما بيته كنزه ما يعرف ياكله السوس. اللي عايز السما بيته كنزه ما يعرف ياكله السوس. اكنزوا أنفسكم في السما كنوز، حيث لا يسرقه سارق ولا يفسده سوس. خلي عينك على الأبدية، هناك كنزك محفوظ. الحد التاني هو حد التجربة. في اليوم ده اختارت الكنيسة قراءة الإنجيل إنه يبقى الإصحاح الرابع من إنجيل معلمنا متى. ويقول الكتاب إن السيد المسيح صام 40 يوم و40 ليلة علشان يبدأ خدمته على الأرض. وكان ساعتها قاعد على الجبل في خلوة، يعني قاعد لوحده بيصلي ويصوم. وبعد 40 يوم دول الكتاب بيقول إنه جاع أخيرا. وطبعا الشيطان طول المدة دي كان عمال يراقب ربنا يسوع من بعيد ويقول: يا ترى مين الإنسان العجيب ده؟ مين اللي يقدر يصوم 40 يوم من غير ما ياكل أي حاجة؟ لا، أنا بقى هروح وأعرف إن كان ده إنسان عادي ولا هو ابن الله. لو انت ابن الله فعلا، اؤمر الحجر ده انه يتحول لخبز. اظن دي حاجة سهلة يعني. مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. الشيطان خلى ربنا يطلع على جناح الهجن وقال له: إن كنت ابن الله ارمي نفسك من هنا، وانت عارف إنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك عشان يشيلوك، عشان رجلك ما تتخبطش في حاجة. مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. المرة دي بقى الشيطان خلى ربنا يسوع يطلع على جبل عالي جدا ووراه كل ممالك الدنيا. شايف كل اللي قدامك ده هيبقى ملكك، بس ده لما تسجد لي. اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لا، إحنا كمان الشيطان بيجربنا ويحاول يوقعنا في الخطية،
وإحنا كمان لازم نكون متسلحين بكلمة ربنا اللي هي الكتاب المقدس عشان ننتصر على الشيطان زي ما ربنا يسوع علمنا. لو اتابع قلبي ونضفته هقدر احس باصغر غلطه، والثعلب تلاقيني كشفته واطرده قبل ما اخش في ورطه. لو اتابع قلبي ونضفته هقدر احس باصغر غلطه، والثعلب تلاقيني كشفته واطرده قبل ما اخش في ورطه. باسم يسوع انا غالب كل صغار التعالب، باسم يسوع انا غالب كل صغار التعالب، ولا اسمح يوم تاني لابليس يعمل فيا مقالب. ودينا وصلنا للحد الثالث من رحلة الصوم، وهو حد الابن الضال. في يوم من الأيام كان ربنا يسوع واقف وحواليه ناس وحشة كتير، فجم الناس اللي اسمهم الفريسيين اللي مش بيحبوا ربنا يسوع، وقالوا في سرهم: يا ترى ليه ربنا يسوع واقف وحواليه ناس وحشة كده؟ هو لو كان حلو ما كانش تعامل مع الناس الوحشة دي. فربنا يسوع عرف كل اللي بيفكروا فيه، فحكى حكاية عن أب طيب عنده ولدين، ولد كبير وولد صغير. أهو الولد الصغير قاعد هناك أهو، ما تيجوا بينا نشوف هو بيعمل إيه. أبويا، أنا كنت عايز أطلب منك طلب. خير يا حبيبي، ده أنت حبيبي خالص. أنا كنت عايز يعني كنت عايز نصيبي في الفلوس اللي عندي. ايه بتقول ايه عايز نصيبك يعني ايه؟ هو انت مش اخدت المصروف بتاعك؟ لا يعني كأنك مت وانا عايز اورثك. ياه يا ابني، جبت الكلام الوحش ده منين؟ جبت الفكرة الوحشة دي منين؟ انا ماليش دعوة، انا عايز نصيبي. طب يا حبيبي اسمع كلامي بس. لا انا عايز نصيبي. طب اسمع كلامي بس. لا انا بقولك عايز نصيبي. طيب خد يا حبيبي نصيبك اهو، اعمل بيه اللي انت عايزه. ياه خلاص انا خدت نصيبي وماشي وماليش دعوة بالبيت ده، اصل البيت ده زي السجن، انا ايه اللي مقعدني فيه؟ الله، انا خرجت الحرية. برافو عليك، خدت نصيبك من ابوك. يا سلام، اصحابي معايا والفلوس ويايا. ياه ده انا هعمل اللي انا عايزه. وفعلا مشي الابن الصغير لمكان بعيد، ولكن اللي حصل ان الفلوس اللي كانت وياه ابتدت تخلص شوية بشوية. بعديها ابتدى يحتاج ويدور على أصحابه، وفي وشه اتقفل الباب من اللي كانوا أحبابه. بعديها ابتدى يحتاج ويدور على أصحابه، وفي وشه اتقفل الباب من اللي كانوا أحبابه. دور على شغلانة عشان يقدر منها بس يعيش، للخنازير يراعى وكمان ياكل الخرنوب، يا إما مفيش. دور على شغلانة عشان يقدر منها بس يعيش، للخنازير يراعى وكمان ياكل الخرنوب، يا إما مفيش. ايه ده؟ انا نفسي اكل. ممكن اكل من اكل الخنازير؟ اوعى تمد ايدك على اكل الخنازير. اكل الخنازير ده علشان الخنازير بس، اوعى تمد ايدك عليه وتاكل، انت فاهم؟ ابتدى الابن الضال صحته تضعف وجلابيته تقدم ويبيع صندله ويمشي حافي. وفي يوم وهو قاعد سرحان فكر في فكرة: انا لازم اقوم دلوقتي واروح لابويا. ايوه اروح لابويا، اقول له ان غلطت في حقه، اقول له سامحني، انا مستحقش ان اكون ابن ليه، بس هترجاه، اقول له خليني حتى لو عبد من عبيدك. ايوه انا راجع.
ورجع الابن الضال. ياه، اديني وصلت البيت اهو. ايه ده؟ مين اللي قاعد هناك ده؟ ده ابويا. ايه ده؟ دي مشية ابني. ده ابني اللي جاي من هناك ده ابني. يا ابويا، انا غلطت في حقك. انا ما استاهلش ان اكون ابنك. انا يا حبيبي انت رجعت. انت وحشتني خالص، انت وحشتني جدا. يا ابويا، ده انا فكرتك انك مش هتقبلني تاني، انك هترفضني. ارفضك ازاي بس؟ ده انا هديلك 5 هدايا. اول هدية هي حضني، تاني هدية حلة جديدة، تالت هدية خاتم في صباعك، رابع هدية حذاء في رجليك. طب وخامس هدية ايه؟ كان عندنا عجل بنربيه علشان نذبحه، ولكن من فرحتي بيك هجيب العجل واذبحه واوزعه على الناس علشان تفرح معايا بيك. اصل ابني ده كان ميت وعاش، وكان ضايع والإناه، والسما بتفرح بخاطي واحد يتوب. يا ريت الكل يبقى شاطر زيك يا ابني، ولما يغلط يتوب. أخطأت يا أبي في السما وقدامك، ولست مستحقا اجعلني كخدامك. قدمت توبة بسرعة وانت إلهك جه علشانك. وبكده نوصل للحد الرابع أو حد النص، وهو حد السامرية. في الحد ده احنا بنشوف قد ايه القعدة مع ربنا بتغير القلب وبتخليني أعرفه أكتر وأكتر، وكمان بنشوف قد ايه ربنا بيحبنا وبيعلمنا إننا نحب كل الناس. احنا لازم نسيب اليهودية ونروح مدينة الجليل، بس لازم الأول نعدي على مدينة السامرة. ومشي الرب يسوع مع تلاميذه كتير قوي، لدرجة انه تعب من شدة الحر. وحوالي الساعة 6، يعني الساعة 12 الظهر على ايامنا دلوقتي، وصل الرب يسوع مع تلاميذه مدينة اسمها سوخار، ودي مدينة من مدن السامرة. مش دي مدينة سوخار اللي في السامرة؟ ايوه، دي مدينة سوخار اللي فيها بير ابونا يعقوب، اللي بناه زمان عشان يشرب اولاده وزوجاته ومواشيه. اهو البير هناك اهو. انا هروح اقعد عنده استريح واحاول اشرب ميه لاني عطشان قوي، وانتوا روحوا السوق وهاتولنا اكل ناكله. وفعلا راح التلاميذ السوق عشان يشتروا اكل ليهم كلهم. ولما قعد الرب يسوع عند البير، شاف واحدة ست جاية من بعيد، شايلة معاها الجرة بتاعتها، جاية عشان تملى مية. لما شافها الرب يسوع عرف انها سامرية، والسامريين واليهود وقتها كانوا مخاصمين بعض لسنين كتير قوي. والرب يسوع كان يهودي، لكنه بيحب السامريين وبيحب كل الناس من كل بلاد العالم. من فضلك اديني اشرب. مش انت يهودي برضو؟ باين من لبسك انك يهودي. انت ازاي بتكلمني؟ انت ما تعرفش ان اليهود والسامريين متخاصمين؟ لو عرفتي الهداية اللي ربنا بعتها لك وعرفتي كويس انا مين، هتطلبي انت مني ان اديك مية الحياة. يا سيد، انت مش شايف ان البير عميقة؟ عشان تملى منه مية لازم يبقى معاك جردل. ده انت لسه طالب مني حالا اديلك تشرب. يبقى فين بقى مية الحياة اللي هتديها لي دي؟ انت معاك جردل وانا مش شايفاه؟ هتكون يعني اعظم من ابونا يعقوب اللي شرب من البير ده هو وولاده وكل مواشيه. كل واحد بيشرب من المية دي هيعطش، لكن اللي هيشرب من المية اللي انا هديها له مش هيعطش ابدا. المية اللي انا هديها له هتبقى جواه مية حية الى الابد. مية حية؟ مش هيعطش؟ طب ما تديني من المية دي علشان ما اعطش وما اضطرش اجي كل يوم البير املى المية. طب روحي نادي جوزك هاتيه وتعالي. جوزي؟ انا مش متجوزة.
برافو عليكي، انتي قلتي الحق. انتي اتجوزتي 5 مرات، واللي انتي عايشة معاه دلوقتي ده مش جوزك. اتفاجئت جدا المرأة السامرية ان الرب يسوع قال لها سر عنها وهو ما يعرفهاش. ايه يا سيد، انا شايفة انك نبي، انت عرفت ازاي؟ المرأة السامرية كانت بتحب ربنا، وكان جواها أسئلة كتير محيراها عن ربنا، ونفسها جدا تقابل حد يعرفها طريق ربنا، فسألت الرب يسوع. احنا اتعلمنا نسجد لربنا في الجبل ده، بس اليهود بيقولوا ان لازم نروح اورشليم نسجد لربنا في الهيكل، يا ترى ايه الصح؟ يا امرأة، صدقيني ربنا بيحب كل الناس وبيدور عليهم. المخلص هيجي من اليهود، وهيجي وقت، والوقت جه خلاص، ان اللي بيحبوا ربنا من كل قلبهم هيسجدوا له وهم عارفينه وحابينه. ربنا روح، واللي يسجدوا لربنا لازم يسجدوا له بالروح والحق. طب انا سمعت ان في واحد اسمه المسيح هيجي، وهو اول ما يجي هيعرفنا ويشرح لنا كل حاجة ليها علاقة بربنا. أنا المسيح اللي بكلمك. ودخلت المرأة السامرية المدينة وفضلت تنادي على كل الناس. يا أهل المدينة، يا ناس، اخرجوا بسرعة وبصوا، أنا قابلت واحد قال لي كل حاجة عملتها، ممكن يكون ده المسيح؟ لا، ده أكيد هو المسيح. وصل السامريين أهل مدينة السامرة عند البير، وشافوا الرب يسوع واتكلموا معاه وحبوه جدا، وطلبوا منه انه يقعد معاهم اطول وقت ممكن. فوافق الرب يسوع وقعد معاهم 2 كاملين، وكلمهم عن محبة ربنا ليهم، وحبوه اكتر واكتر، وامنوا بيه وبكلامه. وقالوا للمرأة السامرية: احنا خرجنا بسبب كلامك علشان نشوف مين ده. ايوه، انما بعد ما شفناه احنا حبيناه قوي وحبينا كلامه. الرب يسوع ده جميل خالص، احنا شفناه وسمعناه ومؤمنين ان هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. حبة حب تغير قلب إنسان قاسي عنيد مغلوب، لما يسوع بنفسه يصب. حبة حب تداوي عيوب. وانت يا صاحبي غير قلبك، غير فكرك من حبه، بيقولك توب. حبة حب بكلمة ببسمة بوردة ادي، وده كله عنده محسوب. وانت يا صاحبي غير قلبك، غير فكرك من حبه، بيقولك توب. حبة حب بكلمة ببسمة بوردة ادي، وده كله عنده محسوب. حبة حب تغير قلب، حبة حب تداوي عيوب. حبة حب تغير قلب إنسان قاسي عنيد مغلوب، لما يسوع بنفسه يصب. حبة حب تداوي عيوب. وبكده احنا وصلنا للمحطة ال5، أحد المخلع أو أحد مريض بركة بيت حسدة. ايه ده؟ اهو هناك اهو. ياه، انا تعبان قوي، بقالي كتير قوي مستني، سنين، حوالي 38 سنة قاعد مكاني مش عارف اتحرك. وفضل كده 38 سنة لغاية ما في يوم والناس مستنية الملاك علشان يحرك البركة، جه السيد المسيح وقال له: انت حقيقي عايز تخف بجد؟ انا ماليش يا سيدي حد يرميني في البركة، كل ما الملاك يحرك البركة واجي انزل الاقي حد نزل قدامي. قوم يلا، قوم احمل سريرك وامشي.
حالا المخلع خف ووقف على رجليه وشال سريره كمان ومشي وجري على الهيكل علشان يشكر ربنا. ازاي تشيل سريرك والنهارده السبت؟ اللي شافاني هو اللي قال لي خد سريرك وامشي. وهناك شافوا السيد المسيح تاني وقال له انت دلوقتي خفيت، اوعى تعمل خطية تاني عشان ما تتعبش اكتر. وزي ما أول سؤال سألوا ربنا يسوع للمخلع أتريد أن تبرأ؟ ربنا دايما بيسألني ويقولي يا ترى أنت مستعد وعايز تسيب عشاني الحاجات اللي بتبعدك عني؟ لو عايز أنا هساعدك. وهنا نوصل لسادس حد وهو أحد المولود أعمى. ولد أعمى من زمان ما شافش البحر والبستان، عمره ما شاف أي إنسان ولا السماء والألوان. كان ولد أعمى من زمان ما شافش البحر والبستان، عمره ما شاف أي إنسان ولا السماء والألوان. لله حد يديني حاجة لله، ساعدوني يا ناس أرجوكم. حد يعطف على راجل مسكين أعمى أرجوكم يا ناس، لله أي حاجة لله، حد يديني حاجة لله. ايه ده؟ ساعدوني ايه ده يا رب؟ ازاي الراجل ده مولود من غير عينين؟ يعطف على راجل مسكين أعمى. ودلوقتي بعد ما حطيت الطين على عينيك روح اغسل وشك في بركة سلوام. حاضر يا رب، أنا هعمل كل اللي قلتلي عليه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقيت بشوف، بقى عندي عينين، بقيت بشوف، بقى عندي عينين. شكرا ليك يا رب. اللي كان أعمى زمان وشاف البحر والبستان، شاف عليه كل الألوان، حب يسوع خلاه فرحان. اللي كان أعمى زمان وشاف البحر والبستان، شاف عليه كل الألوان، حب يسوع خلاه فرحان. أحد المولود أعمى بنسميه أحد التناصير علشان فيه بنطلب من ربنا إنه يدينا قلب منور ويطرد الخطية منه عشان نشوفه زي ما شافوا المولود أعمى وزي الطفل المولود لما بيتعمد. أما بقى لو سألتوني على الحد السابع والحد الثامن، فالحد السابع هو حد الشعانين والثامن هو حد القيامة، ودول بقى هحكي لكم عنهم بس مش دلوقتي. فلسطين بنعيش أجمل أيام، بنعيش رحلة مش أي كلام. فلسطين بنعيش أجمل أيام، بنعيش رحلة مش أي كلام. فيه بنشوف الرب يسوع وفيه بنشبع ومش بنجوع. فيه بنشوف الرب يسوع وفيه بنشبع ومش بنجوع. الأول حد استعداد كله كنوز وكمان خيرات. الأول حد استعداد كله كنوز وكمان خيرات. ما تبصش لكنوز الأرض، في السما كنزك هناك. ما تبصش لكنوز الأرض، في السما كنزك هناك. التاني ده تجربة عالجبل بعيد هناك. التاني ده تجربة عالجبل بعيد هناك. ما تجربش الرب إلهك وما تسجدش لغيره كمان. ما تجربش الرب إلهك وما تسجدش لغيره كمان.
شفاه الرب يسوع، خف ونط وجري كمان. يهو شفاه الرب يسوع، خف ونط وجري كمان. السادس أعمى مولود، صرخ ارحمني يا ابن داود. السادس أعمى مولود، صرخ ارحمني يا ابن داود. يسوع جه من طين الأرض، مد ايديه وخلق له عينين. يسوع جه من طين الأرض، مد ايديه وخلق له عينين. السابع فرح عظيم للسكان في أورشليم. السابع فرح عظيم للسكان في أورشليم. وصلنا يا ابن داود يا جالس عالشيروبيم. وصلنا يا ابن داود يا جالس عالشيروبيم. أما فرحنا كلنا يوم قيامة ربنا. أما فرحنا كلنا يوم قيامة ربنا. المسيح قام من الأموات، حقا قام من الأموات. المسيح قام من